نهاية الدولة بعودة حكم البعث. أريد أن أذكر من التقيت بهم ممن كان يطالع ويقرأ ما كان يكتبه معبر القاعدة بشير النجدي، أذكرهم برؤيا كانوا يطيرون بها وبتفسير النجدي لها، وقد سمعتها من بعضهم حينما التقيت به. وكانت هذه الرؤيا يقول فيها أحد طلبة العلم أنه رأى كأن المتحدث الإعلامي الرسمي العراقي يقول: لقد تمكن الرئيس صدام حسين من العودة إلى الحكم بفضل الله ثم بفضل، وأشار إلى تمثال على شكل الشيخ أسامة بن لادن، وكان العراقيون يقبلون يد هذا التمثال، يد الشيخ أسامة، تمثال هذا. وكانوا قد بعثوا بهذه الرؤيا إلى النجدي يفسرها، فقال إنه سيتمكن الرئيس العراقي صدام حسين من العودة إلى الحكم بفضل الله ثم بفضل المجاهدين. كثير منهم يعتقد بهذا ويؤمن بأن صدام سوف يرجع، وهذا من التناقضات. إن رجوع صدام معناه أنه لن تبقى هناك لا دولة ولا جماعة دولة. وإذا كان الأمر كذلك فإني أقول هذه الرؤيا صحيحة، وإن تعذر التفسير بما قاله النجدي قبل عقد من الزمان بأن صدام سوف يرجع، فإنه من المعروف عند أهل التعبير أن رمز الرئيس أو القائد أو الأمير يمكن أن يتنزل على شخصه ويمكن أن يتنزل على جماعته أو حزبه أو وزارته أو غير ذلك. فإذا تعذر التفسير ها هنا، تفسير الرؤيا بعودة صدام، بعودة شخصه، فإنه لا يمتنع أن يعود حزبه. ولذلك أقول إن هذه الرؤيا صريحة في عودة حزب البعث لحكم العراق من جديد. وعزة الدوري نائب الرئيس العراقي لا يزال على قيد الحياة، وآخر تسجيل له نشره في ديسمبر العام الماضي يدل على هذا. ولذلك فإني أقول إن عودة حكم البعث وحزب البعث إلى العراق بات أمرا قريبا، حتى لا نصدم حينما تتبخر الدولة ولا يكون له وجود ولا لقائدها ولا غير ذلك. ولله سبحانه وتعالى في هذا الحكمة البالغة. ولذلك إني أقول إن هذه الرؤيا القديمة التي لها عقد من الزمان وتعبيرها واضح عندي وعند غيري من أهل العلم بالتعبير تدل على عودة البعث، وعودته لن تكون بين عشية وضحاها، وإنما هناك أمور سوف تتكشف وتظهر. ولا أرى هذه الرؤيا إلا إشارة واضحة إلى أن البعث سوف يقطف ثمرة الجهاد في العراق، لأن الإشارة إلى تمثال أسامة بن لادن هو إشارة إلى المجاهدين الذين يتبعونه. وإذا كان النجدي قال يتمكن الرئيس من العودة بفضل الله ثم بفضل المجاهدين، فأنا أقول يتمكن حزب الرئيس من العودة، ويكون ذلك بسبب قطف ثمرة الجهاد والمجاهدين. إن جيش صدام حينما انحل
دخل كثير من الضباط الموجودين في جيشه، دخل في دولة العراق الإسلامية، ووصل هؤلاء الضباط أصحاب الرتب العالية إلى أماكن اتخاذ القرار، وأصبحوا في مجلس شورى هذه الجماعة، وأصبحوا من المحيطين بأبي بكر البغدادي أمير الجماعة، وأصبحوا أمراء في جماعة الدولة سواء في العراق أو في الشام. هذا كله في الحقيقة سوف يمهد لعملية الانقلاب على الدولة وعلى استغلال جماعة الدولة، وسوف نكتشف أنه كانت فينا غفلة الصالحين بنوايانا الطيبة وقبول مثل هؤلاء المرتدين وعدم التحقق من صحة توبتهم، وحتى مع قيام الفرضية بتوبتهم فإن تقريبهم، هذا التقريب حتى يكونوا قريبين من مراكز اتخاذ القرار في جماعة الدولة، هذا في الحقيقة هو الذي سوف يبرر ظهور وعودة حكم البعث إلى العراق. فلا نستغرب ولا نصدم، وأن هذا التخطيط منذ القدم، منذ أن سقطت بغداد ومنذ أن قامت دولة العراق الإسلامية يستمر على خطوات، وللأسف فإننا قد ننخدع بمن يظهر لنا التوبة والاستقامة، كما قال عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله إن خدعنا له. ولكن أقول هذا أيضا حتى لا نفاجأ ولا نصدم ولا يسقط في أيدينا، فإن الكلام اليوم يكون مجرد كلام عند بعض من يسمع هذا الكلام، لكن حينما يحصل في الواقع ما أقرره الآن فعند ذلك سوف ندرك أننا حينما ابتعدنا عن القيادات العلمية وعمن له معرفة بمثل هذه الأمور فيما يتعلق بأشراط الساعة والفتن وأخبار المهدي، وفيما يتعلق بالرؤى التي تكشف لنا عن الحقيقة الغائبة وعن المكر والغش والخداع الحاصل. ولله في ذلك الحكمة البالغة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا درسا من الدروس التي تستفيد منها الأمة في مستقبلها القادم، فإن هنالك أيضا فتن قادمة غير هذه التي نعيشها اليوم في أرض الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزوال هذه الفتن وأن يعصمنا من مضلاتها. تلكم كانت رؤيا قديمة فسرها النجدي، وأورد كذلك رؤيا حديثة يقول فيها الرائي: رأيت أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: ستنتهي فتنة الشام وتبدأ فتنة البعث. فهذه الرؤيا مبشرة بأن فتنة الشام التي حصلت بظهور جماعة الدولة ستنتهي بإذن الله تعالى، وهي كذلك منذرة بأن هنالك فتنة أخرى قادمة وهي فتنة ظهور البعث، ومع ذلك أن البعث سوف يعود لحكم العراق ثانية، وهذا لا يتأتى معه أن تبقى جماعة الدولة أو كيان الدولة قائما. فهذه الرؤيا الحديثة أيضا تنذر
بانتهاء جماعة الدولة ككيان سياسي أعلن نفسه للناس بأنه خلافة أو دولة، والله تعالى أعلم.